تخيل تروح المدرسة بيوم عادي وفجأة كل الصف يتحول للعبة مرعبة، ومن هون بتبلش أحداث واحد من أغرب وأقوى الأفلام اليابانية. يلا خلونا نبلش. ببلش الفيلم باليابان مع طالب اسمه تاكا هاتا، وفجأة وهو بالحصة والأستاذ بيكتب على اللوح راس الأستاذ بينفجر وبيطلع مكانه لعبة غريبة اسمها داروما. هاي اللعبة بتفوت مع الطلاب بتحدي مرعب، إذا لفت وجهها وشافت أي طالب بيتحرك بينفجر راسه، وإذا لفت ظهرها مسموح للطلاب يتحركوا براحتهم. اللعبة بتلف وجهها وبتشوف طالب بيتحرك فبتخلص عليه، واللي بيخاف وبيطلع يركض كمان بيموت بنفس اللحظة. بعديها اللعبة بتصير تكرر باسمها، والطلاب الباقيين خايفين وميتين رعب وبيحكوا شو بدنا نعمل. غير هيك داروما لما تخلص على أي طالب بيطلع منه كرات حمراء صغيرة، بس في طالب اسمه ساكاتي بيهديهم وبيحكي لهم أنا بعرف هاي لعبة داروما وإحنا محبوسين هون لحد ما تخلص علينا كلنا، بس في كبسة بظهر اللعبة إذا كبسنا عليها بينتهي التحدي. في طالب بيرتكب غلطة وبيركض عشان يكبس الكبسة، بس داروما بتحس فيه وبتلف بسرعة وبتخلص عليه. بعديها الطلاب بيلاحظوا إنه في عداد وقت بيظهر على اللعبة ومعهم دقيقة واحدة بس، وإذا خلصت الدقيقة كل الطلاب رح يموتوا. فالكل بيحاول يقرب من داروما عشان يكبس الكبسة، بس في منهم بيتزحلق من الطابات الصغار اللي على الأرض واللعبة بتلف وبتموتهم. وما ضل غير 10 ثواني وما ضل غير تاكا وساكاتي، وبيقرروا يعملوا خطة عشان يفوزوا. ساكاتي بيوطي وتاكا بينط على ظهره بسرعة ناحية اللعبة وبيكبس الكبسة. اللعبة بتنقهر إنها خسرت التحدي، وتاكا وساكاتي بيكيفوا إنهم نجوا بحياتهم، بس فجأة راس ساكاتي بينفجر وداروما بتحكي لتاكا أنت اللي كبست الكبسة، فأنت الوحيد اللي فزت بالتحدي. تاكا ما كان مصدق اللي صار، وفجأة بينفتح باب الصف وبتطلع صاحبة تاكا اللي اسمها اتشيكا. اتشيكا كانت بموقف مصدومة منه. تاكا بيروح عندها عشان يهديها، فبتحكي له انها هي كمان كانت بتحدي داروما، ولما كبست الكبسة كل زملائها ماتوا. تاكا بيحكي لها نفس الاشي صار معي، لازم نرن على الشرطة. بس لما بيطلع تليفونه بيلاقي ما في تغطية. بيركضوا هم الاثنين عشان يهربوا من المدرسة، بس بيلاقوا كل الابواب مسكرة. تاكا حاول يكسر القزاز بس ما كان بينكسر. بالاخر بيلاقوا باب مفتوح وبيدخلوا منه لصالة الالعاب الرياضية، وبمجرد ما دخلوا الصالة الباب بيتسكر مرة واحدة وبينحبسوا كمان مرة. بس ما كانوا لحالهم، وكان في طلاب ثانيين ومنهم ناس لابسين لبس زي الفار. تاكا بيفهم انهم داخلين بتحدي جديد، وكان مكتوب على الارض دخلوا الطابة بالسلة عشان تفوزوا. وفجأة الارض بتنهز وبيطلع تمثال على شكل بسة، وعلى طول البسة بتاكل طلاب اللابسين لبس فار، وبتصير تهاجم اي حد لابس زي الفار وبتاكله. التحدي هذا كان اصعب بكثير من اللي قبله. الطلاب بيركضوا من الخوف، والبسة بتركض ناحية تاكا واتشيكا، بس ما بتاكلهم لانهم مش لابسين لبس الفار. اتشيكا بتشوف طابة بتدحرج على الارض، وتاكا بيلمح الطوب تبع السلة معلق برقبة البسة العملاقة. بيفهم فورا انه المفروض يدخلوا هاي الطابة بسلة البسة. تاكا بيحكي للطلاب عن الموضوع، ففي طالب لاعب سلة محترف بيطلب من اتشيكا ترميله الطابة. لما بياخذها بيرميها على السلة، وكانت فعلا رح تدخل، بس البسة بتصدها وبتثبتها وبترميها على الطالب بكل قوة. الطالب بيخبط بالحيط وبيموت فورا. بعديها البسة بتطلع على تاكا بس ما بتاكله، وبتصير تفتش على اي حد لابس لبس فار. هون تاكا بيفهم اللعبة وبينادي على الطلاب يخلعوا ملابس الفار، وفعلا الكل بيخلع اللبس وبيفكروا حالهم صاروا بالامان. بس فجأة البسة بتتحرك مرة ثانية وبتصير تاكل باي حد قدامها بدون استثناء. الطلاب ببلشوا يركضوا من الخوف حوالين الملعب، واتشيكا بتلاقي الطابة واقعة جنبها، وكان في عداد وقت على الطابة وكان ضايل بس 3 دقايق. بهاي اللحظة البسة بتقرب من اتشيكا وكانت رح تاكلها. تاكا لما بيشوف صاحبته رح تموت بيروح بسرعة وبيلبس لبس الفار، وبالفعل البسة بتترك أتشيكا وبتلحق ورا تاكا. تاكا بيضل يشتت بالبسة وبيركض يمين وشمال وبيطلب من أي حد يرمي له الطابة، بس كل الطلاب خايفين يصير فيهم زي لاعب السلة. وفجأة تاكا ببلش يسمع صوت غريب وبيدرك إنه عشان لابس لبس الفار صاير يفهم على صوت البسة، والبسة كانت بدها حدا يحك لها ظهرها. لما عمل هيك البسة ارتاحت ووقفت هجوم، وتاكا بينادي على باقي الطلاب يجوا يساعدوه. أتشيكا بتروح وبتساعده. كل الطلاب بس شافوا الحركة جابت نتيجة، طلعوا على ظهر البسة وصاروا يحكوا لها زي تاكا، والبسة بلشت تنعس ونامت. تاكا بيروح يمسك الطابة وبيستعد يرميها بالسلة، بس بيلاقي باقي الطلاب بيهجموا عليه، وكل واحد بده هو اللي يرمي الطابة لأنهم خايفين إنه اللي بيرميها هو الوحيد اللي رح يعيش. وبسبب صوتهم العالي البسة بتصحى وبتموت بسرعة 2 من الطلاب. تاكا بيكتشف إنهم مش رح يلحقوا ينيموا البسة مرة ثانية لأنه ما في وقت، بس بتخطر بباله فكرة عبقرية. بيروح بياخد طابة سلة مفقوعة وبيطلب من أتشيكا تجيب طابة البسة وتدخل وراه غرفة الغيار الملابس عشان ينفذوا الخطة وينهوا اللعبة. بيتقدموا
بيقوموا الاثنين ناحية البسة وكل واحد من جهة، والبسة كانت محتارة مين فيهم ماسك الطابة الحقيقية اللي لازم تصدها. تاكا بالغلط بيبين إنه معه طابة سلة عادية، فالبسة بتفهم إنه الطابة الثانية مع تشيكا، بتمسكها وبتصدها، بس بيطلع جزء من خطة تاكا. يستغل إنه البسة مركزة مع طابة أتشيكا وبيرمي الطابة اللي معه، واللي بيطلع مخبي طابة البسة جواتها. بس للأسف الطابة ما بتفوت بالسلة، والكل بفكر إنهم خسروا التحدي خلاص. بس فجأة بيطلع طالب من ورا البسة اسمه آمايا، وبيدخل الطابة بالسلة وبيفوز بالتحدي بآخر ثانية. البسة بتوقف تماما وبتعلن إنه اللعبة خلصت، وبعد كم ثانية بترجع تشتغل وبتنادي إنه اللي فازوا هم تاكا وأتشيكا وآمايا، وما بتجيب سيرة أي طالب ثاني. تاكا بيسأل شو رح يصير لباقي الطلاب، وفجأة آمايا ببلش يخلص على الطلاب الصف اللي خسروا، لأنه آمايا زلمة مجنون. وبيروح ناحية تاكا وأتشيكا وبيحكي لهم إحنا اللي فزنا، فإحنا اللي بنستاهل نعيش. بعديها البسة بترش دخان أبيض والثلاث طلاب بيختفوا، وبنشوف على الأخبار إنه بجميع أنحاء العالم عم بصير نفس التحديات بالمدارس، وتقريبا أكثر من 10 مليون طالب بيموتوا. وفي إعلاميين بيحكوا إنه السبب اللي عم بصير هم الفضائيين، وبنشوف مكعبات ضخمة طالعة وطايرة بالسماء. بالمكعب تبع اليابان بيصحى تاكا وبيشوف صحبة قديمة له من مدرسة ثانية اسمها توكسا، وغير توكسا كان في طلبين ثانيين موجودين من مدارس ثانية. تاكا بيلاحظ إنه كل الطلاب اللي هون ببلش اسمهم بحرف التاء، فبيفهم إنهم مقسمين الناس اللي فازت بالتحديات. تاكا بيتذكر إنه أتشيكا وآمايا ببلش اسمهم بنفس الحرف، فبيخاف يكونوا مع بعض بنفس الغرفة. بس باب الغرفة كان مسكر وما في إشي بإيده يعمله، بس بيوقفوا الطالب اللي اسمه تيرا. تيرا كان شاب عبقري ومغرور كثير، وبيفرجيه صورة ثلاثية الأبعاد للأخبار وهي عم تحكي عن اللي بيصير. تاكا بيفهم إنه موجود جوات المكعبات اللي طلعت بالسماء، وتيرا بيحكي له إحنا محبوسين هون وكل اللي علينا نعمله إننا نستنى التحدي الجاي. وبعديها الباب بخبط وبتدخل عليهم 4 عرايس غريبة طايرين بالهواء، وبيحكوا للطلاب إنه إجا وقت التحدي الثالث، وهذا التحدي أصعب بكثير من اللي قبله. وواحدة من العرايس بتطلب من تيرا إنه هو اللي يبلش اللعبة، ولأنه تيرا واثق بحاله بزيادة بيوافق. العرايس بيشرحوا اللعبة إنه تيرا لازم يقعد على الأرض ويغمض عيونه، والعرايس يلفوا حوله وبيبلشوا يغنوا، وبعد ما يخلص الأغنية بيسألوه مين اللي واقف وراك. تيرا بيتوتر وبصير يجادل، وبالآخر بيخسر. واحدة من العرايس بتطلع ليزر عليه، وهذا الليزر بيخلي العرايس يتحكموا بتيرا بالكامل، وبيصيروا يخلوه يضرب راسه بالأرض كم من مرة لحد ما يموت. بعد ما مات تيرا العرايس بيطلبوا من البنت إنها تفوت تلعب، بس هي بترفض وكانت ميتة رعب. فالعرايس بيحكوا لها إذا رفضتي تفوت اللعبة بتموتي فورا، فبتضطر تلعب لأنه ما عندها حل ثاني. بتغطي عينيها والعرايس بيغنوا بيلفوا حواليها وبيسألوها مين اللي واقف وراها. البنت من الخوف بتتأخر بالرد، فالعرايس بيعتبروها خسرت. البنت بتحاول تهرب بس العرايس بيحوطوها، وواحدة منهم بتطلع الليزر عليها، وهالمرة بيخلوها تفتح رجليها على الآخر، وعظمتها بتنكسر وجسمها بينقسم نصين. بعديها العرايس بيختاروا توكسا، بس تاكا بيحكي لهم أنا بدي ألعب بدالها. العرايس بيوافقوا وبيبلشوا يلفوا حواليه ويغنوا، وبعدها بيسألوا مين اللي واقف وراك، والمفاجأة إنه تاكا بيجاوب صح. العرايس بيستغربوا وبيسألوا كيف عرفت، بيحكي لهم أنا حفظت تحركاتكم لما شفتكم بتلعبوا معي اللي قبلي. بعد ما نجح تاكا العرايس بيتبخروا وبيطلع مكانهم مفتاح. تاكا وتوكسا بيقدروا يطلعوا من الغرفة ومعهم المفتاح، وبيشوفوا واحد من الطلاب بيركض ومعه مفتاح وعم تلحقوا واحدة من العرايس. الطالب بيحكي لهم وبيحذرهم لازم نمسك بإيدين بعض، لأنه هاي العروسة بتخلص على الطلاب اللي واقفين لحالهم. العروسة لما تشوفهم ماسكين إيدين بعض بتتركهم وبتروح بتدور على أي طالب لحاله. وبعديها بيسمعوا صوت وبيروحوا باتجاه الصوت، وبيطلع الصوت جاي من أتشيكا اللي كانت عم تلحق هالعروسة. تاكا بيترك الناس اللي واقف معهم وبيركض لأتشيكا عشان يساعدها، وبيمسك بإيدها بآخر ثانية قبل ما العروسة تخلص عليها. بعد هيك بيطلع راس خشب كبير بالحيط، وفي عداد وقت شغال براسه، وفي 7 أماكن للمفاتيح. الراس بيحكي لهم لازم 7 أشخاص يحطوا ال7 مفاتيح. فريق تاكا بيقابلوا 2 طلاب ثانيين وكان معهم مفتاحين، وهيك صار عددهم 6 ومعهم 4 مفاتيح، يعني ضايل شخص و3 مفاتيح وقدامهم دقيقتين بس. الفريق بيحس باليأس وبفكروا انه خلص ما في وقت، بس فجأة في حد بيرمي 3 مفاتيح قدامهم، وبيطلع آمايا ومعه طالب ثاني، وبما انهم صاروا 8 آمايا بيخلص على الطالب اللي معه. تاكا ما كان بده آمايا ينضم لهم بالمرة، بس بيضطر يوافق لانهم محتاجينه. بيحطوا ال7 مفاتيح بالراس الخشبي عشان يروحوا للتحدي اللي بعده. الراس الخشبي بيأمرهم يغيروا أواعيهم، وبعدين بيختفي وبيفتح لهم نفق يفوتوا منه. بيمرقوا من هالنفق وبيوصلوا للجهة الثانية اللي كانت عبارة عن مكان كله ثلج. فجأة بيحسوا الأرض بتنهز وبيطلع دب قطبي عملاق لونه أبيض. بيحكي لهم أنا بكره الكذب،
التحدي هذا هو إنه الدب رح يسألهم أسئلة ولازم يجاوبوا بصدق، بس إذا حدا فيهم كذب لازم تحاولوا تختاروه أو تضحوا بحد فيكم عشان تروحوا للمرحلة اللي بعديها. وبعد ما الدب شرح القواعد بيسألهم شو أكلتكم المفضلة، وفريقنا شايف السؤال كثير سهل وكل واحد فيهم يبلش يجاوب، بس الدب بيشم اللي بيكذب وبيحكي أنا شامم ريحة كذب، وبيحكي للفريق قدامكم دقيقتين ولازم تطلعوا الشخص الكذاب أو تضحوا بأي حدا، وساعتها الكل بيصير يتهم الثاني وبعديها بيرموا شكوكهم على هالطالب لأنه لما جاوب حكى عن وجبتي المفضلة الخضار والخضار أصلا مش وجبة كاملة. الطالب بضل يحكي لهم أنا مش كذاب أنا بحب الخضار فعلا، بس خلص فريقنا اختاروه وشكوا فيه، فالدب بيمسك هالطالب وبيموته. بعديها الدب بينتقل للسؤال الثاني وبيسألهم إذا كانوا بيحبوا تاكا، ولأنه أتشيكا وتوكسا معجبين بتاكا بيحكوا إحنا بنحبه، وأمايا كمان بيحكي أنا بحبه، وباقي الطلاب بيحكوا بنحبه. وبعد ما الكل جاوب الدب بيحكي في واحد فيكم كذاب. أتشيكا على طول بتتهم أمايا وبتحكي أمايا أصلا ما بيحب حدا، والاثنين بضلوا يتهاوشوا ويتجادلوا، بينما تاكا بصير يفكر بينه وبين حاله ليش ممكن حد يكذب ما دام الدب رح يعرف. فالدب بيحكي لتاكا برافو عليك انت عرفت السر، في واحد منكم كائن فضائي وبتنكر على هيئة بشري وهو اللي عم بيكذب من البداية، فانتوا لازم تعرفوه وتتخلصوا منه والا رح يكون هو السبب بانكم كلكم تموتوا. بعد ما الدب حكى هالحكي في طالب بيحكي انه الكذاب هي توكسا، لانه اكيد مش انا ولا صاحبي كائنات فضائية لاننا من نفس المدرسة، فانت الوحيد المختلفة بيننا ولازم نضحي فيكي. بس تاكا واتشيكا بيدافعوا عنها والوقت بيصير يخلص، فالطلبين اللي من نفس المدرسة وأمايا بيختاروا توكسا، فرأي الأغلبية هو اللي بيمشي. الدب بيمسك توكسا وبيدعس عليها وبيموتها. تاكا بينصدم إنه حبيبته القديمة ماتت وما ضل منها غير شوية دم. الدب بيستعد عشان يسأل السؤال اللي بعده، بس تاكا بيوقفه بيحكي له أنا عرفت مين هو الشخص الكذاب. الدب بيستغرب وبيحكي له أنت هو الكذاب وتوكسا هي اللي ساعدتني، عرفت هالإشي لأنه دمها شال الدهان الأبيض اللي أنت راشه على جسمك، يعني لونك الحقيقي أسود، فبالتالي أنت الشخص الكذاب والمخادع من البداية. الدب بيعصب إنه تاكا كشف سره وبيحاول يهاجم الطلاب ويدعس عليهم، بس الطلاب بيهربوا منه لحد ما الدب بالآخر بيوقع بمكان كثير سخن فجسمه بيحترق واللون اللي على جسمه بيسيح. بعديها فريقنا بينتقل للمكان الجديد اللي رح يلعبوا فيه التحدي الجاي، وبتدخل عليهم عرايس صغار بيرحبوا فيهم وبيحكوا لهم إنه هذا التحدي هو التحدي الأخير، واحد منكم رح يتم اختياره ويكون اسمه آكوما، وآكوما رح ياخذ هاي العلبة ويحطها بالدائرة الحمراء اللي على الأرض. بهاللحظة باقي الطلاب رح يروحوا يتخبوا وآكوما ببلش يدور عليكم، ولما آكوما يشوف أي شخص رح ينادي على اسمه بصوت عالي وبياخذه بيحطه بالزنزانة، ولو آكوما حط 3 طلاب أو أكثر بالسجن هو اللي رح يربح. بس لو أي طالب حر قدر يشوط العلبة وهي بالدائرة رح يفرج عن كل الطلاب اللي بالسجن، بس لازم تكونوا عارفين إنه العلبة جواتها قنبلة، فلو حد شاط العلبة رح تنفجر فيها ورح يموت. وآخر إشي بيحكي لهم إنه التحدي مش رح ينتهي إلا بغروب الشمس، يعني بعد حوالي ساعة، ولو خلصت الساعة وآكوما ما كان حابس 3 أشخاص أو أكثر فهو اللي رح يخسر. وبعد ما شرحوا القوانين وحدة من العرايس بتطلع 5 عيدان خشب عشان يختاروا الطالب اللي رح يصير آكوما، ولسوء حظ الطلاب بيطلع آكوما هو أمايا أكثر طالب مجنون وشرير فيهم. بتبلش اللعبة وكل الطلاب بيركضوا عشان يتخبوا، وأمايا بياخذ العلبة وبيحطها بالدائرة الحمراء وبيركض عشان يدور على الطلاب. بيقدر أمايا يلاقي الطلبين اللي من المدرسة الثانية بكل سهولة. الطلبين بيحاولوا يضربوا أمايا بس هو كان أقوى منهم بكتير وقدر يتغلب عليهم ورماهم بالزنزانة. تاكا وأتشيكا شافوا اللي صار من بعيد بس أمايا قدر يلمحهم ويعرف مكانهم. تاكا بيحاول يتصرف وبيرمي حبل عشان يهربوا منه من الشباك، بس أمايا بيوصل عندهم بسرعة. أتشيكا بتكتشف إنه مش رح يلحقوا يهربوا فبتقرر تكسب وقت لتاكا وبتسلم حالها لأمايا. أمايا بعد ما مسك أتشيكا بيركض بسرعة عشان يمسك تاكا، بس تاكا بيكون خلص هرب. تاكا كان عارف إنه أمايا رح يرجع يحرس العلبة فبيروح يدور على أي مكان يتخبى فيه. أمايا بصير ينادي على تاكا بصوت عالي وبيحاول يقنعه يطلع وما رح يحبسه، وبيحكي له أنا خلص حبست 3 أشخاص فإحنا الاثنين بنقدر نفوز مع بعض. بس تاكا ما كان مصدقه وعارف إنه كذاب وبيضل يدور بالمكان على أي إشي يستخدمه وبيلاقي بدلة حديدية. تاكا بيطلع من مخبأه وهو لابس البدلة عشان يحمي جسمه من الانفجار لما يشوط العلبة، بس المشكلة إنه البدلة كانت ثقيلة كثير ومقيدة حركته، وغير هيك تاكا بيبين بشكل بيخزي وبيوقع السيف من إيده على الأرض، فبيحاول إنه يهرب من
المكان. أمايا بيشيل الخوذة اللي لابسها تاكا وبصير يتخوث عليه، بس بيتفاجأ بسلسلة وبيطلع إنه كل اللي صار كان خطة من تاكا من البداية. تاكا قدر يربط السلسلة بجسم أمايا لما شال عنه الخوذة، وهيك بيمنعه يروح للعلبة. تاكا بيحكي له أنا كنت شايف الحياة مملة وبتمنى أي تغيير، بس بعد اللي صار والألعاب اللي فتناها عرفت قيمة الحياة اللي كانت بإيدي وطلعت غبي. بعديها تاكا بيرمي حاله من فوق القلعة وبيسحب معه أمايا اللي بيحاول ما يوقع معه، وتحت تاكا بيكون طلع من البدلة وبيفك حاله، بينما أمايا بيحاول يسحب البدلة الثقيلة بأسرع وقت. تاكا بيطلع على السطح وبيتحرك ناحية العلبة عشان يشوطها، بس جسمه كان مهلوك وبيتحرك ببطء. أمايا بيعافر وبيسحب البدلة بالوقت المناسب وبيخلص من السلسلة وبيركض بده يوقف تاكا، بس تاكا بيلحق يشوط العلبة وبالتالي بيحرر أصحابه، والكل بيخاف من الانفجار بس ما بصير أي شيء، وبيطلع إنه ما كان في قنبلة جوات العلبة أصلا. بعديها بثواني الشمس بتغرب والتحدي بينتهي. العرايس بيبينوا وبيعلنوا إنه تاكا هو اللي فاز. أمايا بينقهر من الخسارة ولأنه رح يموت، بس العرايس بيحكي له إنه التحدي الأخير كان كله مجرد لعبة وما حد رح يموت. تاكا ببلش ياكل بالبوظة وبيصير يفكر مع تشيكا شو رح يعملوا لما يطلعوا، وبعد ما يحكوا لوقت طويل تاكا بيلاحظ إنه في حكي مكتوب على خشبة البوظة بس ما بياخذ باله وبيكمل حكي مع تشيكا. بس تشيكا بتبلش تعيط بعد ما تقرأ المكتوب على خشبتها، وكان مكتوب انت خسرتي ورح تموتي. العرايس بيرجعوا بيحكوا لهم انه كل تحدي دخلتوه كان بده مهارة وذكاء، بس بالاخر الحظ هو اللي رح يقرر مين بيعيش ومين بيموت. وبيحكوا كمان انه كل حبة بوظة اخذتوها مكتوب عليها مصير كل واحد فيكم ومصير تشيكا انها تموت. تاكا بتطلع على الخشبة تاعته وبيطلع حظه حلو ورح يعيش، وأمايا كمان رح يعيش، والطلبين الثانيين رح يموتوا. بعد ما تحدد مصير كل واحد فيهم تشيكا والطلبين بينضربوا بليزر من واحدة من العرايس وبيتبخروا وبيموتوا. تاكا وأمايا بينتقلوا لفوق المكعب الطاير باليابان، وكل الناس بصيروا يصفقوا لهم ويحيوهم لأنهم قدروا ينفذوا ويعيشوا. بس تاكا كان ميت من القهر والحزن لأنه فقد حبيبته تشيكا. وبس والله لو عجبك الفيلم واستمتعت فيه لا تنسى تضغط اللايك وتشترك بالقناة ليوصلكم كل جديد. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.